هذا المتهم الماتي أمامكم المدعو عبد الله عبد المجيد الأصنج الذي ارتكب الكثير من الجرائم اللا مسؤولة تحت ستار المسؤولية. فإليكم لمحة موجزة عن المناصب القيادية التي تقلدها. عين وزيرا للشؤون الخارجية عام 1972 ووزيرا للاقتصاد عام 1972 حتى عام 1973، وزيرا للخارجية عام 1974 حتى عام 1979، ثم مستشارا سياسيا للأخ الرئيس عام 1979، عضوا لمجلس الشعب التأسيسي عام 1979، عضوا للمجلس الاستشاري عام 1979. ويلاحظ أن آخر المناصب الهامة والخطيرة التي تقلدها المتهم الماثل أمامكم وفي وقت واحد والتي لها صلة بسياسة البلاد وأسرار الدولة، باعتباره مستشارا خاصا لفخامة الأخ الرئيس القائد وكونه عضوا بالمجلس الاستشاري وعضوا بمجلس الشعب التأسيسي. فهل من سمات الاستشارة الصدق والأمانة أم أن هناك سمات أخرى نجهلها؟ هل عضويته بمجلس الشعب تعني تمثيل الشعب أم التمثيل على الشعب؟ بل الأكثر من ذلك أن المتهم الماثل أمامكم خان اليمين الدستورية التي أقسمها مرات ومرات متتالية عند توليه تلك المناصب، وذلك للحفاظ على أمن الوطن والثورة والجمهورية. ورغم اليمين القانونية التي أقسم بها والمناصب التي تقلدها، فقد حاول دون خجل أو وازع من ضمير اكتساح نظامنا الديمقراطي الوطني من مأمنه باستغلال الجو الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا، حيث ساءه ما تشهده بلادنا من تقدم واستقرار ورقي، فأبت نفسه الشريرة ذلك. لا نجد مبررا واقعيا على تساؤلاتنا هذه سوى نزعة الخيانة وتحقيق المكاسب الرخيصة الشخصية على حساب كل القيم والمبادئ لدى هذا المتهم الماثل أمامكم فوق كل هذه الاعتبارات. الأخ رئيس المحكمة الموقر، الأخوة الأعضاء المحترمون، اسمحوا لي أن أسند إلى المتهم الماثل أمامكم تهمة الخيانة العظمى والتآمر. وقد تمثل سلوكه الخياني والتآمري في عدة صور نوردها كالتالي. أولا، قيام المتهم الماثل أمامكم بالتآمر ورسم مخططات تستهدف الإطاحة بنظامنا الوطني القائم لإحباط المسيرة الظافرة لقيادتنا وشعبنا. وقد ضبطت رسائل وتقارير بخط يده تؤكد ذلك، وهذا مخالف لنصوص المواد التي تندرج تحت نص المادة 2 و17 و26 من القانون رقم 22 لسنة 1963 بشأن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. ثانيا، ارتبط الماثل أمامكم بعدة جهات أجنبية منذ فترة طويلة ارتباطا غير مشروعا، عمل خلالها على موافاة تلك الجهات بمعلومات خطيرة تتعلق بأمن وسيادة واستقرار البلاد، مستغلا منصبه كمسؤول في الدولة، وذلك مقابل حصوله على مكاسب مالية رخيصة في شكل مرتبات ثابتة
من تلك الجهات، ولقد أوضحها وأورد تفاصيلها في اعترافاته، والموضوعة أمامكم. ثالثا، عمد المتهم الماثل أمامكم إلى إفشال مهام وفود الدولة الرسميين الموفدين إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة، وذلك عن طريق إرساله تقارير ومعلومات سرية مضللة لا صلة لها بالحقيقة إلى تلك الجهة، قاصدا الإساءة إلى العلاقات الودية القائمة بين اليمن وتلك الجهات. والدليل على ذلك البراهين الموضوعة أمامكم، وهذا ما يندرج تحت نصوص نفس المواد السالف ذكرها. رابعا، قام المتهم الماثل أمامكم بإعطاء صورة مضللة على نظامنا الوطني القائم ومجافية للحقيقة، استهدف من ورائها تطبيق العلاقات القائمة والحميمة بين بلادنا وتلك الدول الشقيقة منها والصديقة، والتي علاقاتنا معها جيدة من قبل أن يتولى المتهم أي منصب من مناصبه التي استغلها لتحقيق مآربه الشخصية. وهذا ما تأكد لدينا من خلال تقاريره المتوافرة لديكم، الأمر المعاقب عليه في نصوص المواد المذكورة آنفا. خامسا، لقد دأب المتهم على موافاة الجهات الأجنبية أولا بأول بما تجمع الدولة القيام به بحكم منصبه آنذاك، والذي لا يزال قيد البحث، وذلك بقصد تأكيد ولائه المطلق لعمالته وخيانته. الأخ رئيس المحكمة، الأخوة الأعضاء، لقد اتضح لنا جميعا أن المتهم الماثل أمامكم سلك سلوكا شانئا ودنيئا بغباء واضح، معتقدا أن أساليبه الماكرة في الخيانة والعمالة ستنال من سيادة وكرامة واستقلال بلادنا، وقد استخدم في ذلك كل وسيلة للوصول إلى تحقيق غرضه الدني، ولكنه لم يتمكن وبحمد الله تعالى النيل من سيادة واستقلال ومبادئ ثورتنا المجيدة. كما ثبت لدينا من خلال التحقيقات والوثائق بما لا يدع مجالا للشك خيانة المتهم الماثل أمامكم لتراب وطننا العزيز، ونصب من نفسه مركزا لتجميع المعلومات وتسطيرها، والتفنن الشيطاني في اختلاق الأباطيل وتلبيك الأكاذيب وحبك المؤامرات ونقل معلومات مضللة ومجافية للحقيقة والواقع. الهدف من ورائها التقرب للحصول على مصالح شخصية على حساب المصالح العليا للوطن، وسعيه الدؤوب لتطوير العلاقات المتينة القائمة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة، لاستشعاره بأن علاقتنا القائمة مع كافة الدول مبنية وقائمة على الاحترام المتبادل وفوق كل المؤامرات. من أجل ذلك كله أناشدكم بكل المبادئ والمثل والقيم ألا تفرطوا في كرامة الوطن، لا تفرطوا في عقاب كل خائن وعميل، لا تفرطوا في عقاب من تسول له نفسه المساس في سيادة واستقلال هذه التربة. الأخ رئيس المحكمة، الأخوة الأعضاء، باسم الشعب والدولة أطلب من محكمة موقرة إنزال عقوبة الإعدام على هذا المتهم الخائن لوطنه، عملا بحكم الله تعالى وتطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء، واستنادا إلى المواد القانونية التي أوضحتها في قائمة الادعاء. وشكرا.